النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، في ظل ما يعيشه العالم الآن من اضطرابات وتقلبات وترقبات نحو التغيير، يستعد المسلمون ويتهيأ العالم الإسلامي للاحتفال بذكرى أول تغيير حقيقي سجله التاريخ لصالح الإنسان، وهي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة أن تاريخ المسلمين مليء بالذكريات والأحداث العظيمة والجسيمة، ولكن الحديث عن ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث بالأخص عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يخطف القلوب خطفا. والحقيقة حينما أردت أن أسطر صفحاتي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحيرت كثيرا عن ماذا أتحدث. عن النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعيش خير طفولة. عن شبابه، فكان صلى الله عليه وسلم أطهر الشباب. عن جهاده، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قائد في جهاده. عن حياته، كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في حياته. إن جوانب العظمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عديدة، تجعل القارئ في حيرة حينما يقف أمام هذه المواقف وهذه الأحداث وهذه السيرة العظيمة، متحيرا متعجبا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا، فقال الله عز وجل في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. ما قال إنك ذو خلق عظيم، ولكن قال إنك لعلى خلق عظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي فوق الأخلاق. إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أتم الله عز وجل بها النعمة وأكمل بها الدين. قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وكان النبي يبعث لقومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. إن نبينا صلى الله عليه وسلم ما بعث لقوم، وما كان تغييره لصالح قوم فقط، ولا لصالح شعب فقط، ولا لصالح وطن فقط، ولا بلد، ولكن كان التغيير للعالم بأكمله. إن جوانب العظمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجعل القارئ متحيرا. تقول أمه: لما حملت به صلى الله عليه وآله وسلم، حينما تحمل النساء
بهؤلاء الأطفال تشعر بمشقة شديدة، تقول ما شعرت بهذه المشقة التي يشعر بها هؤلاء أو النساء الحوامل. تقول فلما وضعته خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب، وكان ذلك في 10 أو 12 من ربيع الأول. تقول ثم سماه جده اسما لم تكن تعهده العرب، فسماه محمدا، ولم يكن محمدا هو اسمه الوحيد. فقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر وأنا العاقب الذي لا نبي بعده. فلم يكن محمدا هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن كان اسمه أحمد ومحمد والحاشر والماحي والعاقب. ثم أرضعته أمه الأيام الأول، وانتقلت رضاعته إلى ثويبة ثم حليمة، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكبر شيئا فشيئا. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم في طفولته لم يكن كغيره من الأطفال. أريد منك أن تتخيل طفولة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجري ويلعب كالأطفال. يقولون لما كان الأطفال يلعبون بالحجارة ويريدون أن يصنعوا بيتا من الحجارة، النبي صلى الله عليه وسلم يذهب معهم، فكان الأطفال يحملون الحجارة على أكتافهم ليصنعوا بها بيتا صغيرا، فكانوا يرفعون ثيابهم حتى لا تؤذيهم الحجارة. فكان الأطفال كلهم عورتهم مكشوفة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. حينما يرفع ثيابه ليحمله على كتفه فيحمل عليه الحجارة، يسمع من ينادي عليه من السماء يقول عورتك عورتك، فالصبيان كلهم عورتهم مكشوفة إلا محمد صلى الله عليه وسلم عورته مستورة. وهكذا هيأ الله عز وجل للأمة هذا النبي منذ طفولته، فتخلق بالأخلاق الحسنة حتى وهو طفل، حتى إذا ما أخبر الناس بأنه رسول ونبي من عند الله عز وجل صدقوه. أما في شبابه فكان أطهر الشباب، تخلق بأفضل الأخلاق، وفي حياته الزوجية كان أفضل زوج، وضرب أروع الأمثلة للزوج المخلص الرحيم الحنون. تقول عائشة رضي الله عنها حينما كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ما ترك السواك يوما، قبل ما يدخل البيت يطهر فمه بالسواك، حتى إذا ما قابلته زوجته وتغيرت رائحته ما حست بشيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يترك الباب وقبل أن يدخل البيت هذب شعره ولحيته وملابسه في مرايته الخاصة به. ماذا كانت مراية النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان طاجنا من الماء، جايب طاجن ميه كده حاطه قدام الباب، وقبل ما يطرق الباب وقبل ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على اهله وزوجته ينظر في الماء فيهذب لحيته ويحذب ثوبه وهيئته حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على اهل بيته جميل الهيئه والمنظر. تقول عائشه
كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، فكان يمزح النبي صلى الله عليه وسلم معي فيقول يا عائشة دعي لي، وتقول يا رسول الله دعي لي. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بزوجاته وأعدل الناس بزوجاته، ما غابت عنه الرحمة وما غاب عنه العدل وما غاب عنه الإنصاف وما غاب عنه المزاح، حتى مع غيره زوجاته من كبار السن. تقول جاءته امرأة عجوز تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول ادعو الله لي يا رسول الله أن يدخلني الجنة، فقال اذهبي يا امرأة إنه لن تدخل الجنة عجوز. فولت المرأة تبكي كيف لن تدخل الجنة عجوز؟ فأخبر أصحابه قال أخبروها بأن الله عز وجل يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا فلن تدخل الجنة امرأة وهي عجوز بل ترجع إلى سن الشباب. ما غاب عنه المزاح وما غابت عنه الرحمة، فتعدت رحمته إلى غير الإنسان، فكيف بالإنسان؟ فهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تعقد المؤتمرات والمجالس العالمية للرحمة بالإنسان وحقوق الإنسان قال صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، لا هي حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا لرجل من الأنصار فوجد ناقة تبكي، لما رأته الناقة خضعت له صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم دموعها تنزل على خديها، فقال لمن هذه الناقة؟ فقالوا إنها لرجل من الأنصار. قال ائتوني به. فلما جاءه الرجل قال يا فلان إن ناقتك تشتكيك. قال من أي شيء يا رسول الله؟ قال إنك تجيعها. إن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن اتجاه الإنسان فقط، ولكن تعدت رحمته لغير الإنسان من الحيوان. قال أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وفي رواية 9 سنين ما قال لي أف قط، وما قال لي يوما من الأيام لما فعلت هذا ولم لم تفعل هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت عنده محاسن الأخلاق كلها، فما ترك خلقا إلا وتخلق به ودعا إليه، وما ترك فضيلة إلا ودعا أصحابه صلى الله عليه وسلم للاتصاف بها. فكان مبعثه صلى الله عليه وسلم وكانت رسالته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما أحوج المسلمون في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال ببعثته صلى الله عليه وسلم وخروج الناس من النور إلى الظلمات أن يعودوا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. يكفيك في ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الرحمة، فترحم والداك، فترحم أبنائك، فترحم ما فضلك الله تبارك وتعالى عليهم. في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تتذكر
أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى بر الوالدين فتبر بوالديك. يكفيك في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى أن تنتهي عن الغيبة والنميمة وعن شهادة الزور، فتترك ما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. يكفيك في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم أن تحافظ على سننه الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. يكفيك في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم أن تتعامل بما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاملة الحسنة. فالدين والإسلام والإيمان ليس قاصرا على بعض الصلوات وبعض العبادات فقط، ولكن الإيمان بل الدين كله عبادة ومعاملة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اكفنا شر نفسي وشر الشيطان، اللهم اكفنا كل سحر وجهاد، اللهم اكفنا عذاب الكون، لا اله الا انت سبحانك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين. أوصيكم بتقوى الله عز وجل وأن تخالقوا الناس بخلق حسن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن وأتبع السيئة الحسنة تمحها. اذكروا الله عند كل شجر وحجر. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا. لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا رحمكم الله، استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا
مغفرة وأجرا عظيما. الله سمع الله لمن حمده. الله